لو بتحبي البيتزا ومستغنية عنها عشان الدايت استني هنا، لان دي مش بيتزا دايت، دي ادمان. اخف بيتزا هتعمليها بس بجد الطعم مطاعم. النهاردة هنعمل بيتزا مختلفة، طعمها تحفة جدا، مشبعة وخفيفة اكتر من البيتزا العادية. والمفاجأة اننا مستخدمين دقيق الحبة الكاملة. ولو اول مرة تعمليها ما تقلقيش، هتنجح معاكي من اول مرة. بس كملي معايا الخطوات للنهاية واتفرجي على كل تكاية وامشي عليها بالظبط. تمام. بصي الجمال، بصي اللون التحفة بجد، بصي بتتقطع بمنتهى السهولة، جميلة جدا. مش شرط عشان بيتزا دايت تبقى ناشفة، لا طرية جدا وتحفة. في كوباية مية دافية ومعلقة من السكر ومعلقة من الخميرة، ده مش كيس خميرة كامل، انا كنت مستخدمة منه معلقة. تمام. وهنجيب معايا كيلو الا ربع من دقيق الحبة الكاملة. على فكرة لونه بيبقى ابيض عادي، مش لونه اسود زي ما احنا متخيلين، وبيبقى فيه النخالة بتاعته، وتجيبيه من مكان مضمون. هننزل بالخميرة وهننزل كمان بكوباية كاملة من المية، كوباية كبيرة. وهعجن في العجينة لحد ما تبقى معايا ناعمة وطرية، انا عايزاها طرية مش عايزاها ناشفة عشان تتفرد معايا بسهولة في الصينية. ولما الاقيها خلاص بدأت تمسك معايا كده وتبقى بتلزق خفيف كده، هنزل بربع كوباية من الزيت، اي زيت، شوفي القوام بتاعها بجد تحفة. غطيها وسيبيها تخمر لحد ما توصل معاكي كده، وخدي جزء زي ما انت عايزة افردي في الصينية بتاعتك. هي طلعت معايا صراحة 3 صواني بالشكل ده. بس انا هوريكي صينيه واحده. وهنزل بالصوص بتاعي، انا بحب الصوص بتاعي طماطم عاديه مفرومه وعليها فص ثوم، وبنزل فيها بزعتر وفلفل اسمر وكمون واسبكها كويس. والنهارده عاملينها بالخضار بس والجبن، بجد تحفه. حاطه جبنه رومي بتديها طعم حلو قوي، الجبنه الرومي مع الجبنه الموتزاريلا. وشوفي بقى الجمال والشكل حكايه، وكمان الطعم والريحة جايبة لآخر الدنيا. لو عجبتك ما تنسيش تعملي لي لايك وتعليق حلو من ايدك الحلوة، وقولي لي رأيك بجد، وجربيها ومستنية رأيك في التعليقات. شوفي الجمال ما شاء الله، اللون تحفة والجبنة سايحة واخدة لون ذهبي، بجد حكاية.